السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وصفات موفرة جزائرية. وش حوالكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب، ويلقاكم هذا الفيديو فرحانين ومهنيين. يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم حبيباتي. أول حاجة نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجينا اليوم الثلاثاء اللي كانت فيه لا سوب زائد قراطة بالطون زائد سلطة. هيا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بديت لكم حبيباتي بوصفة الغداء اللي كانت سهلة وفي وقفة ندير مقارون بدون لحوم، بصح تجي بزاف بزاف بنينة بهذه الطريقة. شوفوا واش حطيت حبيباتي: ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، شوية تاع الزبدة، شوية تاع الزيت مع الملح، الفلفل الأسود، توابل الدجاج، شوية تاع كمون مع القزبر وفلفل أحمر، وشوية تاع السكر. هادو هما حبيباتي، قليتهم غير شوية فقط مع 3 فصوص كبار تاع الثوم. جوست ما بديت نشم ريحة الثوم، هيا زدت حطيت عليها المقارون الكمية اللي تكفي العائلة تاعي أكيد، لأنه نهار اليوم كامل مجمولين راكم تعرفوا. كيف فضوا الامتحانات يعني عادوا ما يروحوش يقراو، على بها كانوا نهار اليوم مجمولين. درت لهم وصفة الغداء، قليت هذيك المقارون شوية وبديت نمرق فيها كل مرة بكاس تاع ماء يكون سخون حبيباتي، ونخليوها كل ما تنشف نزيد نحط لها الكاس تاع الماء اللي من وراه. شوفوا يا البنات، هنا راهي نشفت، زدت حطيت لها كاس ماء واحد اخر، وهكذا حتى نطيب لنا. اكيد راكم عارفين كيفاه الطيب. هنا حبيباتي وجدت الطاولة تاعي، كان عندي شوية حميص من البارح حطيته بهذا الشكل، وزدت كملت المقارون تاعي. شوفوا هنا أي بدات الطيب حبيباتي، وبعدها في الأخير بعد ما نحسها باللي طابت وكل شيء، هيا نحط لها ملعقة كبيرة تاع جبن طري ولا أي جبن عندك، باهي يزيد يمد لنا هذاك البنة. قطعت شوية تاع القزبر وزينتها بهذا الشكل مع مثلثات من الجبن، وقدمتها لوليداتي بالصحة والهنا. وهذا هو غدانا لنهار اليوم، واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. شوفوا يا البنات، أنا كي يكون ما عندي والو نطيب لوليداتي هكا كي يعودوا مجمولين، وكي يعود عندي بواقي أكل أكيد نسخنهم ونحطهم وناكلوهم عادي جدا. دائما تقولوا لي انتي ديري غير وصفات العشاء، وصفات الغداء وين هي؟ نقول لكم حبيباتي، انا ولادي ما يجملوليش. عندي الزوج الكريم، بنتي الكبيره تاع الجامعه، وولدي تاع المتوسط، هادو كامل يكونوا بعاد حبيباتي على الدار. نكون غير انا وبنتي فقط اللي ناكلوا في الدار وصفه الغداء. على بها تكون هكا مثلا بواقي اكل، ساعات انا ما ناكلش نقول خلي للعشاء فقط، بنتي دير لها بطاطا مقليه ولا حاجه خفيفه. ودائما كنت مبارطاجي معكم في روتيناتي في قناتي الثانيه يوميات موفره جزائريه. لا علينا، المهم هنا راهي عطلة وأكيد راح نبارطاجي معاكم كل ما نطيب حاجة. أما وصفة العشاء راح ندير لا سوب كما بديتها معاكم. هنا حبة بطاطا، حبة زرودية، حبة جريوات ولا نص حبة. عندي القرعة اللفت جبته من المجمد، والقرعة ولا الكابوية حتى هي جبتها من المجمد. حبة تاع بصل كبيرة، فص تاع الثوم، هنا كمية من الدبشة حبيباتي وكمية من الزبدة، ونزيدو الزيت. هادو هما، وكانوا عندي شوية تاع صدورة تاع الدجاج حطيتهم باش نقليهم مع بعضهم. حطيتهم يتقلاو ورجعت قشرت حبة تاع بصل كبيرة وقطعتها مكعبات صغيرة، وحطيت لها شوية زيت وخليتها تتقلى حتى تتكرمل لنا، ودرك تشوفوها معايا. أما هذا الجزء حبيباتي من الشوفلير كان متبقي لي من الأسبوع الماضي، أيا خممت له قلت يعني كي نديرو جواز ما يكفي نحطو مع لا سوب، على بالي الطعمة تاعو تبان وما يحبوش ولادي ياكلوها. هيا قلت ندير بها كروكيت في بلاصة السلطة، خير ملي تقعد تترامى. وشفتي ولا يا البنات هذيك اللي درتها بالقشرة تاع البطاطا، بزاف بزاف عملية. حطيت الحبة تاع البصل ها هي قدامكم حبيباتي تتكرمل. قطعت حبة تاع بطاطا مع الشوفلير، حطيت له شوية تاع كمون، ملح وفلفل أسود، خلطتهم مليح وخليتهم يفوروا حتى يطيبوا.
البصلة حبيباتي تكرملت، غطيت عليها وطفيت عليها النار، من بعد نكملوها. هنا جيت للعصوب حبيباتي كي يتقلى لنا مليح مليح هذاك البصل ولا شفاف، نحطوا له التوابل كالعاده: ملح، فلفل اسود، قزبر، توابل الدجاج، كركم، زنجبيل. هادو هما حبيباتي، وشويه تاع كمون لانه عندنا القرعه، والقرعه تتماشى بزاف مع الكمون يعني الجريوات. زدت قليتهم شويه ومرقتهم بالماء السخون ونخليهم يطيبوا على نار متوسطه. هذه هي لاصوب تاعي اللي حطيت لها كمشه هكا يعني تقريبا نصف كوب تاع عدس احمر. يعني تحبوا تزيدوه تحبوا لا حبيباتي، نهار اليوم انا زدته، ومين داك نديرها بلا عدس يعني وتجي بزاف بزاف بنينه. في الوقت هذا حبيباتي طاب لي الشوفلير مع البطاطا، مرستها مليح مليح. كانت عندي حبيبه تاع البيض اللي دهنت بها حبيباتي البارح الخبز الدار اللي بارطاجيته معاكم وبزاف عجبكم. زدت حطيتها يعني الباقي خبيته وحطيتها هنا. زدت حطيت كميه من لا شابلوغ مع ربع حبة تاع بصل قطعتها كرقيق مع كمية من الدبشة. وهنا حبيباتي ما تحطوش فصوصة توم، يعني التوم حطوا هذاك البودرة، هو اللي بزاف بزاف يجي بنين خير من الفص تاع الثوم يجي تايق. يا البنات ننصحكم انكم تشريو الثوم بودرة. المهم هنا بديت نخلط مليح مليح الخليط، وبعدها شكلتهم هكا دوائر، حشيتهم بالجبن اللي عندك حبيبتي، وبعدها نكورهم. هنا راهي شويه طريه حبيباتي، وشوا شكلوها كي تبرد لنا الخليط هذا، نمرغوه مليح مليح في لاشابلوغ ونشكلوه على شكل خبيزات حبيباتي، وبعدها نحطوه في المجمد. انا الطريقه هذه درتها الصباح حتى من ورا المغرب باه قليتهم. كانوا جمدوا، جبتهم شويه قبل ما نقليهم هكاك بنص ساعه، حطيتهم في الثلاجه من تحت، وبعدها قليتهم ودرك تشوفوا النتيجه تاعهم في الاخير جات من اروع ما يكون. هادو هما الخبيزات حبيباتي كما قلت لكم حطوهم في المجمد. هذه هي. وبعدها حبيباتي جيت هنا نخبز الكسرة، لانه الكسرة خلاصت لي. يا اخي قلت لكم نهار اللي تخلص لي الكسرة هكا على بالكم يا ندير معاكم الكسرة رخصيص ولا الخبز في الكوشة، المهم نبارطاجي معاكم. هنا حبيباتي كما تشوفوا بديت نلم فيها، يعني بعد ما حطيت له الخميرة والسكر والملح والزيت، وبعدها لميتهم بالماء الدافي وبديت نلم فيها بهذا الشكل. نقسمها على زوج ونحط الجزء الاول في البيترا تتعجن مليح، وبعدها الجزء الثاني، وبعدها نكورها حبيباتي، نغطيها بكيس بلاستيكي مع سربيته ونخليها تخمر. دائما نبارطاجي معاكم هذه الخطوات، ولكن حبيت نزيد نعاودها المشتركات الجدد اللي دخلوا معايا. هنا اختكم نسيت تشري لا كريم فريش، والكغاتان لازم لها لا كريم فريش. هيا دخلت لليوتيوب كتبت بديل لا كريم فريش ولا صنع منزلي، هيا لقيت باللي نورمالمون كوب زيت مع نصف كوب تاع حليب مع وحده تاع جبن مثلثات ولا اللي عندكم. بصح انا حبيباتي حبيت نقص الزيت لانه بزاف شفتوا الكغاطه هذه اصلا مقلي في مقلي، على بها نقص درت كوب غير ربع زيت مع نصف كوب تاع حليب مع وحده تاع جبن وميكسيتهم بهذا الشكل. المهم جات تشبه ماشي نفسها بصح تشبه. المهم خير من اللي ما كان حبيبتي، واللي ما عندهاش دير كوب حليب عادي جدا. حطيت البطاطا التقلة وجيت هنا باه نوجد الطاولة تاعي كالعادة والعوايد، يعني والفتوني ونشجعكم انكم ديروا لوليداتكم بهذا الشكل. المهم المنيو تاع نهار اليوم عندنا كغاتا ولي كروكيت مع لا سوب. هيا حطيت الطاولة تاعي بهذا الشكل ودرك تشوفوا في الاخير التقديم تاعها. هنا حبيباتي كي قليت الكمية تاع البطاطا اللي شفتها تكفي العائلة تاعي، زدت حطيت لها الكمية تاع البصل اللي كرملته معاكم من قبل. جبت وحدة تاع الطون، يعني علبة تاع الطون تاع الزيت، كمية من الدبشة ولا المعدنوس، زوز حبيبات تاع البيض مع كمية من الجبن. شوفوا الكغاطة هذه يا البنات جات بزاف بزاف بنينة، وشحال من مرة مبارطاجيها في قناتي الأولى يوميات موفرة جزائرية، وجربوها بزاف من الأخوات والمشتركات معايا وبزاف عجبتهم، سهلة واقتصادية وفي وقفة ندير. أنا حبيباتي خلطت المقادير كامل مع بعضها ودرك تزيدوا تشوفوا كيفاه درت.
درت لها. هنا حبيباتي كما تشوفوا حطيت الطاجين يسخن وبعدها بديت نطرح في الكسرة تاعي. شفت يا البنات مازال الحال على بها ما كملتش الخطوات تاع الكغاتا تاعي، يعني انا ماشيه بالوقت لانه زوجي الكريم يجي من وراء العيشه بزمان، يعني نحب نحط له حاجه سخونه خير من اللي تقعد له هكا بارده وكل شيء. هكا ما على بالكم البرد وكل شيء الانسان ياكل حاجه سخونه يدفي بها الكريشه. طرحت الكسره تاعي حطيتها قلبتها نثقبها كالعاده والعوايد. لازم نشارككم هذه الخطوات باه حتى نتوما وسي ديروها لعائلاتكم. وبعدها جيت هنا جبت المول عادي جدا شللته فقط بالماء يا البنات، ما دهنتو ما والو. وبعدها فرغت الكميه كامله تاع الكغاتان تاعي. شوفوا كيفاه بزاف بزاف جميله بالالوان وبزاف بزاف بنينه يا البنات، يعني ننصحكم تجربوها. كما تشوفوا راهي سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. هنا حبيباتي جبت كميه من الجبن الرابي هذا وربيته في الرقيق، لانه كي جربته في الراب الخشينه ما دابليش يا البنات، حاولت انه نخليه في الراب هذه رقيقه باه يذوب لي. ودخلتها للفرن تتجمر من تحت هكذاك واحد 10 دقائق فقط، جسم ما يتماسك هذاك البيض. ومن الفوق حاولوا تحمروها شويه باه تولي لكم كغاتا بنينه. كما على بالكم الكغاتا لازم تكون شويه محمره. سخنت الزيت للمرة الثانية حبيباتي، وجيت هنا اللي كروكيت اللي جبتهم من الثلاجة وحطيتهم، يعني نحط كل 4 هكا باه ما يبردليش الزيت تاعي ويتفتحوا لي. شوفوا راهم قاعدين كيما راهم ما شاء الله عليهم. ما تقلبوهمش حبيباتي ديريكت، يعني ما تزربوش رواحكم، خليوهم حتى تشوفوهم حماروا من تحت باه تقلبوهم. هنا رجعت لاصوب تاعي نحيت هذوك الطرف تاع الدجاج مع الوريقة تاع الرند، وبعدها حطيت كمية من الجبن الطري وبديت نميكسي فيها. ومن داك حبيباتي نحط ملعقه تاع حليب بودره ولا نصف كوب تاع حليب، تجي بزاف بزاف بنينه سواء كيما هاك ولا كيما هاك. هذه هي حبيباتي ميكسيتها. وشوفوا الكغاتا خرجتها من الفرن ولي كروكيت قليتهم وجاو بزاف بزاف بنان. والله يا البنات يا كي تاكلوهم تكذبوا لكان هما بالشوفلير. ما على باليش خاطر ما كترتش، ما على باليش نكهه البصل المقلي جات من اروع ما يكون. يعني وليداتي بزاف 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 عجبتهم وقالوا لي عودي ديري لنا كيما هكا. قلت لكم بزاف مليحه، ان شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم وتفرحوا بهم العائلات تاعكم. المهم هذه هي الطاوله تاعي لنهار اليوم، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. كل شيء جابنين لا سوب مع الكغاتا مع لي كروكيت. هادي تقول هادي وبخري من الطريق، انا بنين عليك والله يا البنات ما نزيد عليكم كلمه. المهم جربوا هادو الوصفات على طريقتي وباذن الله راكم تعرفوا الذوق تاعها لما تجربوها. ونشكر جميع الاخوات اللي معايا اللي دائما يجربوا الوصفات تاعي ويكتبوا لي في التعليقات. والله العظيم غير نفرح بكم بالبزاف، نحسكم باللي الثقه اللي درتيوها فيا وجربتيو الوصفات تاعي وعجبوكم وفرحوا بكم. سيرتو اللي تقول لي الزوج الكريم شكرني وليداتي حبوني وقالوا لي ما شاء الله ماكله مليحه. نقول لكم حبيباتي انتوما اللي تسلم يديكم وانتوما اللي فحلات بنات بلادي وتحبوا دياركم كيما انا نحب داري يا البنات. نشتي هكا نحط لهم غير الحاجه المميزه اللي نقدر عليها اكيد حبيباتي. الحمد لله على نعمه الله. وشوفوا لا سوب كيفاه جات خاطره وجات ثقيله ما شاء الله عليها. اما لي كروكيت واش نقول لكم بنا خيال. والكغاتا جربوا كل شيء يا البنات وخبروني في التعليقات ان شاء الله. هذا هو لا فيديو تاعنا لنهار اليوم، ونقول لكم هنا يخلص ومع السلامه والى اللقاء. الى لقاء قريب ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم وفي الناس اللي عزاز عليكم. ما تنسونيش بالجام وبتعليق إيجابي ولو بابتسامة تؤجرون عليها حبيباتي. بارتاجيو هاد لا فيديو لتعم الفائدة على بنيات بلادي وعلى جميع الأمة العربية المسلمة. ونقولكم شكرا جزيلا اللي وصلتي وهنا، وفي أمان الله، وتحيا الجزائر.